النيابة العامة أصدرت قرار اليوم باستمرار حجز المعتقلين الحبيب والسعدون والعريمان والمطيري ليوم الأحد القادم. أنا أعتقد أنه لا مبرر لحجزهم لمدة 7 أيام، يوم الأحد راح يكتمل اليوم السابع، خاصة إذا عرفنا أن مدة الحبس أو مدة الحجز اللي تملكها النيابة العامة هي 10 أيام. أنا أعتقد بالطريقة هذه أنا أصلا ما أقدر حتى أقدم تظلم عن الحجز، لأنه على أساس إني أقدم تظلم لازم يصدر حبس احتياطي. إلى اليوم لم يصدر حبس احتياطي، راح تنتهي لمدة 10 أيام بدون أن أقدم التظلم من قرار الحبس. على كل قضية أنا أعتقد لا يوجد هناك مبررات الحجز غير متوافرة. 7 أيام موجودين، قالوا الكلام اللي عندهم، لا يخشى هربهم، لا يخشى التأثير على سير التحقيق. قضية هي في مجملها تكاد تكون جنحة. هم دخلوا مجني عليهم واصبحوا متهمين، الاصابات اللي فيهم اكثر من اصابات المدعين الاخرين اللي هم افراد القوات الخاصه. لكن انا كنت اتمنى من النيابه العامه انها ما تستلم القضيه هذه، لان القضيه بدا فيها بالتحقيق الاداره العامه للتحقيقات. يفترض على النيابه العامه انها ما تتدخل في هذه القضيه، خاصه ان الجنحه يكملون الاداره العامه للتحقيق في هذه القضيه، خاصه انه طاف يومين. لكن الان اصبح امر واقع، راح يعرضون يوم الاحد القادم. معنويات الشباب جدا جدا مرتفعه، يقولوا لي لو يحجزون لنا 2 ما عندنا اي مشكله، احنا قاعدين. الجموع الموجوده راح تستمر اليوم الخميس وراح تستمر يوم الجمعه، حتى لو ما كان في حبس، حتى لو ما كان في عرض على النيابه راح يستمرون يوم السبت، حتى لو ما كان في عرض على النيابه يوم الاحد راح يكونون موجودين. وان تم الافراج عنهم يوم الاحد راح يحتفلون ايضا بالافراج عنهم وبانتصار الشباب يوم الأحد في هذا المكان. معنويات الشباب مرتفعة الحمد لله، أقوالهم سليمة جدا، ما قالوا إلا الحقيقة. السعدون مخطوف، الباجين الأفراد كلهم مضروبين ومجني عليهم الإصابات ظاهرة. أتمنى من النيابة العامة أن تقوم بالإجراءات القانونية السليمة في مثل هذه القضية، توجه اتهام صريح لا لبس فيه لأفراد القوات الخاصة اللي خطفوا السعدون واللي ضربوا باجي الشباب المعتقلين في هذا الأمر. القضية الأخرى الآن عندنا قضية النواب الصواق الطاحوس الداهوم. أعطتهم النيابة العامة حجز ليوم الأحد، اليوم احنا الخميس، حجز ليوم الأحد القادم 3 أيام، لأنه من غير المنطقي يتم الإفراج عنهم، والشباب اللي قضيتهم جنحة يأخذون 7 أيام. فأنا أعتقد أن السالفة مشت بالطريقة هذه، يستمر حجزهم ليوم الأحد، راح يعرضون مرة أخرى. سمعنا في صدور أمر ضبط وإحضار على النائب مسلم البراك، نتوقع أنه يمثل أمام النيابة العامة يمكن باكر الجمعة. يعني نتمنى، يعني أنا شفت كل المغردين الموجودين هنا والشباب كل واحد يقول تأكد أستاذ حميدي شوف اسمي من ضمن 813. أنا أشوف أن كل الناس يتمنون أنهم يكونون من ضمن 813 مغرد. إذا كانوا بثوا الإشاعة هذه لترهيبهم، أنا أعتقد أن في أكثر من 2000 مغرد يتمنون أنهم يحالون للنيابة العامة. سياسة الترهيب، سياسة التحويل للنيابة العامة، سياسة الحبس الاحتياطي، سياسة الحجز لن ترهب الشباب مرة أخرى في المرحلة القادمة. الشباب مستعد للحبس، الشباب مستعد للحجز، ما عندنا أي مشكلة، ولا احنا خايفين لا من إجراءات الداخلية التعسفية ولا أي إجراءات أخرى إن شاء الله.